مداخله مع زميلنا الكاتب الزميله 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 ريهام من يلا كوره. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ طارق. ازيك؟ مساء الخير، ازيك يا استاذه؟ حاله الزخم اللي عندنا من المباريات اللي هتحصل الاسبوع ده او الشهر ده ايه؟ الاتحاد ايه هيعمل ايه؟ عندنا مباريات كتير فعلا، سواء للمنتخب الاولمبي او المنتخب الاول طبعا، ده بالاضافه لماتشات الكاس المتوقع ان هي تتلعب، والنهائي طبعا دوري ابطال افريقيا. بس يعني انا شايفه ان الحدث الاهم في كل ده طبعا يظل النهائي الافريقي، بما انه نهائي تاريخي واول مره يحصل في التاريخ كله ما بين الاهلي والزمالك. فاعتقد يعني جنب المباريات الثانيه دي كلها هيظل هو الحدث الجلل خلال الفتره اللي جايه. ما احنا مش عارفين هيتلعب فين يا استاذه، يعني هيروح فين الماتش ده؟ لحد دلوقتي طبعا الاستاد المباراه هتتلعب في برج العرب لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، مفيش اي تغيير خالص. طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك اشتكوا من الطقس، ومحافظ الاسكندريه بيتكلم ان هو فعلا في الوقت ده بيكون في نواه، بس الارصاد هي اللي تقدر تحدد اليوم ده هيكون فيه فعلا بالفعل مطر ولا لا. في حال الارصاد او النوة احنا دخلنا فيها بالفعل سرعه رياح وامطار رهيبه، ممكن الماتش ده يروح فين؟ واستاد القاهره يوم 12 هيتلعب فيه ماتش منتخب كوريا الاولمبي مع منتخب مصر، ويوم 17 ماتش منتخب البرازيل الاولمبي ومنتخب مصر، ويوم 14 عندي ماتش لمنتخب مصر مع توجو، وعندي ماتش يوم 17 مع توجو اللي هو العوده. لغايه دلوقتي مش عارفين هنلعبوا فين، ومعانا ماتش الاهلي والزمالك مش عارفين يلعبوا فين. هيكون في 10 ايام من 17 ل 27 هيكون في 10 ايام الاستاد ممكن يتظبط فيها. وحتى معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي النهارده قال ان استاد القاهره هيقدر ان هو يستقبل المباراه في حال ان الارصاد فعلا اكدت ان هيكون في اي مشاكل للعب المباراه في برج العرب. دي كانت تصريحات انا كنت حاضراها بنفسي معاه يعني، فهو اكد ان استاد القاهره هيكون جاهز في الوقت ده لاستقبال المباريات. واحنا عندنا برضو استاد الكليه الحربيه واستاد السلام، استاد بتروسبورت، استاد الدفاع الجوي، احنا عندنا السلام عليه مناسبين للعب المباريات الوديه او الكاس او الحاجات اللي هي مش هتكون رسميه ومش حدث كبير يعني. نشكر زميلتنا ريهام من يلا كوره وعلى التعليق، ولكن انا برضو ما زلت الحسبه دي انا مش فاهمها، لان عندنا اكتر من 6-7 مباريات دوليه. ال6-7 مباريات هتلعبوا في القاهره في توقيت واحد، القاهره يعني مصر، في توقيت مقارب لبعضه. وهنا نقول للامن الله يكون في عونكم، المباريات دي كلها هنروح بيها فين وهنعمل بيها فين؟ يعني كتير، ولكن احنا قدها وقدود، وان شاء الله ماتش فعلا الماتش القرن اللي هو مباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، وده اول حدث يحصل ان الفرقتين من بلد واحده يتنافسوا او يتقابلوا في النهائي على البطوله، وان شاء الله نشوف ماتش يليق بالكره المصريه.